السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهاردة باذن الله هنعمل كيك بس بطريقة مختلفة، بطريقة مطبخ مامي. هنقول المقادير ايه: 3 معالق كاكاو بس يكون من النوع الحلو، وهنا تمر شايلة النوى بتاعه، بيضتين، كوباية سمنة، كوباية سكر، كوباية حليب، فانيليا، باكو كيك شيف هناخد منه معلقتين. وهي دي المقادير. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يبقى كده كوبايتين دقيق ومعاهم معلقتين نشا، وهقلب كويس. هعمل ايه حبايبي؟ هحط كوبايه السكر كده، كوبايه الحليب، كوبايه السمنه، واحط الشوكولاته اللي هي البودر دي، الفانيليا بتاعي. شفت المنظر حلو ازاي؟ تحفه بصراحه. احط هنا معلقه البيكنج باودر، احط كمان واحده، دي ذره الملح البركه بتاعنا. احط البيض بتاعي، بيضتين حبايبي. خلاص احنا ضربنا الخليط زي ما انتم شايفينه كده. هحطه حاجه حاجه هنا، ماشي؟ حاجه حاجه كده، واقلب كويس جدا. شفت عملت ايه في التمر؟ انا حطيته في الدقيق، بدرته بالدقيق علشان ما يتحرقش وما ينزلش في قاع الصينيه لما اجي احط الكيك وكده. احط حاجه حاجه واقلب لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي، واحطها في الصينيه وادخلها الفرن. انا مش عايزه الكيكه تكون خفيفه، لو بقت خفيفه التمر هيقع منها، فتكون سميكه شويه. العجينه شكلها ايه؟ تقيله مش خفيفه، عشان هحط فيها التمر. عجينه تقيله. هحط التمر بتاعي كده، عشان ما يسقطليش تحت ويتحرق. حبايبي خلاص زي ما انتوا شايفين انا حطيت التمر ازاي. هحط بقيه الكيكه بتاعتي عليها كده كده حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها خلاص، داريت التمر خالص مش باين. هدخلها الفرن على 180 لمده ربع ساعه كده، اشوف اذا كانت استوت ولا لا، وما تطلع وراها هنعمل لها كريمه. معلقتين نشا وعليهم كوبايتين حليب، او نخليهم 3 معالق نشا. احط 3 معالق سكر، ادي 2، ادي 3، واحطها على النار كله كده على البارد. وبعدين ايه، في الاخر خالص احط الفانيليا لما تتقل، اقوم حاطه الفانيليا. خلاص هحط كريم شانتيه. حطيت اول معلقه، ادي الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، كده حبايبي. زي ما انتوا شايفين خلاص كده الكيكه بتاعنا خلصت. اتمنى انها تعجبكم، واتمنى ان انتوا تدعموا قناتي وتعملوا سبسكرايب وكومنت حلو زيكم كده، وتشيروا لي الفيديو وتفعلوا لي الجرس عشان ان شاء الله يجيلكم كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.